الو. هدير البوسطة كانت نقلتنا من ضيع حملاية على ضيع التنورين. اتذكرتك يا عليا، اتذكرت عيوني، يخرب بيت عيونك يا عليا شوفي. الثورجيه وبتحب البلد بتحبيها غلط. احنا بس اللي نقول لك تحب البلد ازاي، عشان احنا اللي حامينها وشايلين همها. انت وامثالك هم على قلب البلد. ورم خميس لازم نستأصله عشان نعرف نعيش. انتوا خربينها مش حاميانها. يا حيوان يا حيوان. أنا فين؟ هادي حبيبي يا يحيى ابن اللذينة، وحشتني قوي. يلا وحشتني قوي. يلا عامل ايه؟ الحمد لله كويس. ايه دي؟ دي لا ولا يهمك، ما تشغلش بالك. المهم انت عامل ايه؟ اتأخرت ليه؟
بس كان في مخبر قاطرني فسوحته وجيت. متأكد انك سوحته ولا تسوحنا انا؟ عيب عليك يا ادم. المهم انت وحشني قوي. وانت وحشنا قوي يا حبيبي. كلكم وحشاني، امك واخواتي. بس انت عارف بقى انا ايه اللي مطمني؟ ان انت موجود، ان البيت فيه راجل يقدر يجيب حق امه واخواته لو حد عمل لهم اي حاجه. صح؟ صح يا رد يالا. صح؟ صح، ده حتى مينا دايما يقول لي ان انا زيك بالظبط. روح احسن مني. المهم طمني ان امك واخواتك عاملين ايه؟ امك واخواتك؟ اتكلم يالا. امك واخواتك الحكومه خدتهم. انت بتعيط ليه دلوقتي؟ بتعيط ليه؟ قلت لك ما تعيطش. ده انا لسه قايل لك انك راجل. ما تعيطش يلا، ما تعيطش. انا عارف ان اللي حصل لنا ده كان ممكن يهد جبل مش بس بني ادمين، بس ما دام ربنا اراده يبقى اكيد ليه حكمه في كده. جايز ما نعرفهاش دلوقتي بس هيجيلنا يوم ونعرفها. متقلقش يلا، ان شاء الله النهارده امك واخواتك هيباتوا في البيت. طب وانت يا ادم امتى هتباتوا وسطينا تاني؟ نفسي قوي يا يحيى، نفسي ارجع بات وسطكوا تاني. بحلم باليوم اللي نتجمع فيه تاني ونقعد ناكل مع بعض، وانا وانت نقعد نشتغل خالي عامر على النت للصبح، واجري وراك في البيت عشان تذاكر. قول لي يلا، اوعى تكون رجعت تتكلم صحابك اللي بيشربوا سجاير. عشان خاطر يا يحيى خد بالك على نفسك. متخافش عليا يا ادم. واصحابك بقى والحته كلهم، وصدقني الكلام اللي بيتقال عني والكلام الفارغ والافتراء اللي بينزل كل يوم في التلفزيون. في الاول كانوا مصدقين، بس بعد ما شافوا الفيديو وشافوا نانسي في التلفزيون عرفوا ان انت بريء. بس ادام انت بريء ليه الحكومه جت خدت خالي عامر وهنا وامه؟ هنا؟ هم خدوا هنا كمان؟ والله ما بقيت فاهم حاجه يا يحيى. المهم انا عايزك تخلي بالك من نفسك ومن مذاكرتك كويس، فاهم؟ انت ليه بتقولي كده؟ ما انت هتبقى معانا ان شاء الله وربنا هيقف جنبك ومش هيسيبك. بص يا يحيى، انت كبرت وهتكلم معاك بصراحه. قضيتي دي يا عم يحيى لو بلدنا فيها عدل هاخد فيها براءه. خلاص يا عم، يبقى انت ان شاء الله هتاخد براءه. جرى ايه يا عم يحيى؟ انت ما سمعتش الجمله من اولها ولا ايه؟ بقول لك لو بلدنا فيها عدل هاخد براءه، وبما انها ما فيهاش فيا عالم بقى هتشوفني امتى. ما تقولش كده يا ادم، ان شاء الله ربنا يظهر براءتك وهتبقى بريء قدام الناس كلها ان شاء الله. المهم يا يحيى، في محل موبايلات في شارع اسمه كريم عبد العزيز، عايزك تروح للراجل ده باي شكل النهارده بكره بعد شهر، وهتدي له 180 جنيه. ورحمه ابوك اوعى تنسى، ده دين في رقبتي يا يحيى. يلا عشان تروح. يلا يا يحيى، يلا روح. لا انا عايز افضل معاك. خد بالك وانت ماشي. ها انا عايز افضل معاك. يلا يا يحيى. معلش انا عايز افضل معاك شويه. ده مش وقت. معلش. يلا يا يحيى لازم تمشي. عشان خاطري. يلا يا يحيى ما تنرفزنيش. معلش يلا امشي. معلش لا اقعد معاك شويه. يلا يا اخي امشي بقى.
كده. والله كنت ادم فين يا؟ والله يا باشا ما اعرف حاجه، والله انا قلت كل اللي عندي. هاي تعالى لي، خليك كده شويه. ادم فين؟ ها؟ ادم فين؟ ها؟ ادم فين؟ ادم فين؟ ها؟ ادم فين؟ ادم فين؟ الو يا هشام بيه، انا ادم، انا عايز اقابلك. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. صمت وافطرت. كل سنة وانت طيب. ده العيد بعد بكره. ده مش العيد، ده عيد ميلادك. تصدق كنت ناسي وانت الوحيده اللي افتكرتي. هو انت ما عندكش نتيجة ولا ايه؟ اللي يطلب حاجه يطلبها بأدب. مظبوطين. يلا روح انت. تعال. شبر خش تبوس ايه؟ ايدي وايه؟ ورجله؟ إلهي يسعدك يا آدم يا ابني، يا رب ويرزقك من وسع. قادر يا كريم. ما بحبش حد يشوفني كده. أنا مش حد يا آدم. قول لي بقى، دعيت لي وانت بتصلي ولا كنت لسه زعلان مني؟ بخاف. انا ليا مين ادعي له غيركم؟ تعال. ما تخليك جدع وتجيب الطلب ده وصله انا.
انت عارف الاستاذ جوهري. وانت عارف قرايه فتحتي النهارده ما تبقاش رخم بقى. حط حاجه. خلاص يا واد، الف الف مبروك يا حبيب قلبي. عقبالنا يا رب ان شاء الله. الله يسهل له يا عم. حبيب قلبي. ايه ده؟ 81 كان عايز 80. انت واخد عقلك يا عم ادم. ماشي يا هنا. بقول لك يا لولي مش هكلمك تاني. انا بصراحه حاسه ان انا بخون خطيبي. انا لسه ما فتحتش خطوبته. انا حاسه اني بخونه. الحق الزبون خالد دوروا انت بقى يا معلم لانه عارف صوتك. يلا ندور. كنت بحلم بمنشكتي، كنت رازمها في دماغي حاجة تانية خالص. كنت بحسبها سعاد حسني، ما كنتش متخيل أبدا سعاد حسني تبقى بقى كده. مش من حقي ادافع عن نفسي عشان انا سواق فيسبوك. بص يا ادم، بص انت يا باشا. انا عملت الصح ودافعت عن نفسي. ولا يا امك اسمها ايه؟ نعم. انا سألت. صبرا يا باشا. صبرا ابراهيم عفيف. ادم طالما انت بريء سلم نفسك والقانون هيجيب لك حقك. في بلدنا ما بيجيبش حق الغلابه غير ربنا. ايوه اسرائيل. عارف ليه يا عرب المصريين هناك يا مرحب؟ عشان قوة مصر في ولادها. لما انت واللي زيك وولادها يروحوا يشتغلوا هناك يبقى كده بيحرموا مصر من قوتها. طب ودم مصر وفلسطين وسوريا ولبنان ويا عالم اللي جاي كمان. ادم، ايه يا ادم؟ تعبني. مش اتفقنا يوم المستشفى ان انت هتكلمني وتطمني عليك؟ ما وفتش بوعدك ليه؟ ما انا كلمتك اهو يا باشا واتقابلنا. وانا جبت لك اللي انت طلبته. اتفضل. متشكر يا باشا، بجد متشكر. بس دي بقى هتفضل معاك وهطلب منك طلب تديها لاخويا يحيى وتقول له ادم جاب لك دي. ماشي. طلبت تقابلني ليه يا ادم؟ وبعدين مال صوتك؟ في حاجه غريبه كده مش مريحاني. باشا انا قررت اسلم نفسي. اول مره انت تقولها وانا ما كنتش مقتنع بيها، عشان الحاجات الكتيره قوي اللي كانت جوايا اللي كنت عايش بيها ومصدقها ومآمن بيها، فجأة اتأكدت انها ما بقتش موجوده في البلد دي. انت لسه متأكد دلوقتي يا باشا؟ احنا بقى اتولدنا متأكدين، ومتأكدين اكتر ان اللي زينا لازم يمشوا على جنب. على فكره يا ادم، انا من نفس الجنب اللي انت منه، بس مش باين عليا. نسيت ولا الغنى بقى؟ انا اول مره استجدع ظابط. مش عارف ليه يا باشا، من واحنا صغيرين كده اتربينا ان احنا اول ما نشوف ظابط نخاف.
مع اننا ما بنبقاش عاملين حاجه. وانا لما اخد الفيسبا بتاعتي والاقي نفسي قربت على كمين، احس ان انا عايز اجري وادعي ان اليوم ده انام في بيتنا، مع اني برضو ما عملتش حاجه. مش عارف في ايه، احنا اتربينا غلط. مش عارف في ايه. هشام بيه، الحاجات الكتير قوي اللي انت عملتها معايا دي ما يعملهاش غير واحد ابن حلال. ده غير ان انا عرفت كمان ان انت توقفت بسببي واهلي اتاخدوا بسببي. على فكره يا ادم، عاوز اقول لك على حاجه. اوعى تفتكر ان انا ممكن اعمل اللي انا عملته ده مع اي حد. لا يا ادم، انا ضابط امن دوله، يعني بفهم في معادن الناس كويس قوي، بعرف افرق كويس ما بين الذهب والفلسو. انا عملت كده معاك عشان انت بريء مظلوم. مش هكدب عليك، هو كان في الاول احساس جوايا قعد يزيد يزيد، بس من غير دليل، لغايه لما جات لي نانسي وقالت لي على كل حاجه. استجدعتك قوي يا اخي، استجدعتك قوي لما حاولت تبعد نانسي عن الموضوع وما رضيتش تجيب سيرتها. فكرك بحاجه، فاكر لما كنت بحقق معاك اخر مره قبل ما هربك، قلت لك كان في حد مع الامريكاني، وعدت لك الجمله دي 3 مرات، وانت كنت تكح وتبص يمين وشمال وتقول مش سامع يا باشا، رغم ان الاوضه قد كده واحنا 3، يعني اكيد هتكون سامع. استجدعتك قوي، استجدعتك بجد انك انت ما رضيتش تجيب اسمها رغم كل العذاب اللي شفته واللي لسه هتشوفه. يا باشا انت لو كنت مكاني كنت هتعمل كده. ايوه انت تعمل كده. وعلى فكره بقى، الرجوله والشهامه والنخوه في دمنا كلنا، الا سيف الحديدي بتاعكوا ده. يلا يا باشا، انا لازم اسلم نفسي. لا ادم، استنى بس، اصبر، هفهمك. من غير تفاهم يا باشا، انا قررت ولازم اعمل كده. انا اهلي هناك. انا عارف. خليها على الله. انت جدع يالا، جدع قوي. وانت اجدع. ليه؟ انتوا عرضكم ليه؟ انا هتاكوا عرضي ليه؟ حتى شرفنا مستكترين عليه، ده هو اللي ساترنا، اللي عاوزين ياخدوا مننا. ليه؟ ليه هتاكوا عرضي؟ عارفين ليه؟ عارفين ليه النظام فاسد؟ عارفين ليه ظالم؟ عشان الناس ساكتة وراضية ومستحملة. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا الغرام يا رب. ليه؟ يا رب عنك يا رب، يا رب يا رب.
هشام مدكور بعد الوقف. انت بتعمل ايه هنا يا هشام؟ انت مش موقوف؟ حبيب قلبي، اسمعني يا هشام كويس. لو متخيل ان انت جبت ادم عبد الحي عشان تصلح غلطتك وما تتوقفش، تبقى غلطان. انت هربته وجبته. تعال بقى نخصم ده من ده، هتلاقي نفسك لازم تتوقف. هتتوقف. بص يا سيف، انا ولا هاممني الوقف ولا هاممني الشغل كله ولا هاممني حاجه. انا خلاص عرفت وزهقت. زهقت من الظلم والافتراء والوساخه. كرهت النفاق والمحسوبيه. مليت من اننا كلنا شغالين زي خليه نحل عشان نخدم فرد واحد وناسين 80 مليون فرد. يا باشا انا ما بقتش تبع النظام ولا هاممني جهاز امن الدوله ده كله. انا بس في حاجه محيراني وعايزكوا توضحوها لي. هو مين جاي مع مين؟ هشام اللي جايب ادم ولا ادم اللي جايب هشام؟ طب لو هشام اللي جايب ادم يبقى جايب ادم عشان يصلح غلطته وما يتوقفش. بس هشام لسه دلوقتي قايل ايه؟ انه زهق وقرف من جهاز امن الدوله وعايز يقدم استقالته. لا حاجه تغير. طب لو ادم اللي جايب هشام، بس ادم ما عملهاش. ادم اذكى من كده بكتير ولن يتخيل ان وجود هشام مدكور هيقدر يحميه مني. ما انت لازم تفهموني برضه مين جاي مع مين. انا هو يا باشا بين ايدين سعادتك، واللي انت عايز تعمله فيا اعمله، بس بالله عليك مشي امي واخواتي، مشيهم كلهم. الناس دي ملهاش اي ذنب في اي حاجه، واللي تؤمر بيه سيادتك نفذه. انا تحت امرك. بص يا باشا، انا ارهابي وقتلت وسرقت. انا اي حاجه حضرتك عايزها، بس وحياة اغلى حاجه عندك مشيهم، مالهمش ذنب في اي حاجه. باشا انا بصراحه جاي عشان ابوس على جزمتك زي ما حضرتك قلت لي. باشا ممكن اسالك سؤال؟ قول يا كبير، ده الليله ليلتك يا وحش. هو انت مقتنع ان انا ارهابي؟ لا. سيف يا حديدي، انت بتتكلم بجد؟ وانا عمري هرجت يا هشام مدكور ولا ايه؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ ايه الاجراء اللي هنتخذه دلوقتي؟ ولا اي حاجه. ما عليك، هتروح على بيتك وهتفضل موقوف زي ما انت. وادم عبد الحي بقى ده ضيفي، هيتعلق وهيتنفخ، وبعدين يطلع على النيابه، وبعد كده يطلع المحكمه، والمحكمه بقى تحكم معاه. احنا ملناش فيه. باشا هو انتوا ضميركم فين؟ ولا لا مؤاخذه يعني النفوذ والسلطه بينسوا الضمير ويخلوا خلق الله بالنسبه لكم مداس؟ هو لو ادم ده يا باشا كان ابن حد من الوزراء ولا ابن حد من المحاسيب، مش كان زمانه نايم في بيتهم؟ يا اخي ده انا ابن بلدك، ده انا مصري زيك. انت بتعمل معايا كده ليه؟ ده انا كنت بدافع عن واحده مصريه، كلب امريكاني كان عايز يغتصبها،
انت ليه محسسني ان انا جاسوس؟ هو بجد يا باشا امريكا بتؤمر وحكومة بلدنا بتركع وتطيع؟ فهمني يا باشا، ولا حتى مستخسرين فينا ان احنا نفهم؟ بالظبط. احسن حاجه انكم ما تفهموش، لانكم لما بتفهموا بيبقى خطر عليكم وبتغلطوا، واحنا بنحبكم، ما نحبكوش تغلطوا. لا حنين يا باشا، حنين. بمناسبه بقى الحنيه يا ادم، انا مجهز لك مفاجاه هتشكرني عليها وتعرف قد ايه احنا بنحبكم. ايه يا ابني؟ ابعت لي ام ادم عبد الحي ومراته والبيت المسيحيه. انا فخور بيك يا هشام. انا بعرفك من 14 سنه، اول مره تاخد قرار صح في حياتك. يا ابني انت مكانك مش هنا، انت كبيرك محاسب في بنك تعد فلوس غيرك. اعمل الصح، ما تخافش من اي حاجه، ما تطيش من اي حاجه، ما تخافش غير اللي خلقك وما تطيش غير اللي خلقك. اعمل الصح وقول الحق ولو على قدك. بلاش يا ادم، ارجع هشام، ارجوك يا ادم، ارجع هشام، ريح نفسك. اعمل الصح وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حاجه، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير اللي خلقك وما تطيش غير اللي خلقك. اكسب نفسك احسن ما تحاول تكسب الدنيا وتلاقي نفسك في الاخر خسرت الاثنين وتعيش في جحيم زي. خليك فاهم، اعمل الصح وقول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من حاجه، ما تخافش غير من اللي خلقك.